السلام عليكم، يا رب جميعا تكونوا بخير. مبدئيا كده فالفيديو ده لازم هتسيفيه عندك علشان هيكون مرجع ليكي. لو ما احتجتهوش النهارده هتحتاجيه بكره ايا كان. هحضر معاكي وصفة السمبوسك، وكمان السمبوسة من الوصفات الجميلة الخفيفة او نوع من انواع المقبلات كده اللي بنحبها نقزقزها جنب الاكل. فهنحضرها مع بعض بنكهتين مختلفين او بالطعم اللي يناسبك، بس هعرفك تلفيها بكل سهولة. هنحضر مع بعض سمبوسك الجبنة وسمبوسك الدجاج. هنحضرهم الاتنين بطريقة سهلة، والطعم هيخطفك في حتة تانية وفي عالم تاني، واكيد هتحتاجيها لرمضان، فاحفظيها عندك يا ست الكل. وانا ريهام. لو عجبتك قناتي ما تنسيش تدعميني باللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا على طول نبدأ تحضير السمبوسة بدون كلام كتير وبدون حبشتكنات كتير. يلا بينا. مبدئيا كده معايا نص كيلو من الجبنة الفتة. اي نوع جبنة فتة تحبوه او تفضلوه استخدموه. هضيف عليهم ربع كيلو من الفلفل الالوان، احمر واصفر، وكمان كام وحدايه كده من الفلفل الاخضر، وربع من الزيتون الاخضر المخلي او زيتون اسود على حسب ما بتحبوا او تفضلوا. وكمان هنضيف عليهم كيس من الجبنة الميكس. اي نوع جبنة ميكس انتم كمان تحبوه او تفضلوه ضيفوه. وهنضيف معلقة كبيرة من هريسة الفلفل. وهريسة الفلفل انا كنت حضرتها معاكم في فيديو سابق، هضيف لكم الرابط بتاعه في الديسكريبشن. هنبدأ ندمج الخليط ده كده كله مع بعضه لعند ما الالوانات دي كلها كده تتوه في بعضها، والخليط يصبح معايا خليط متجانس وكمان مندمج مع بعضه بالشكل ده لعند ما نوصل للمرحلة دي كده. فكده تمام جدا. هجيب السمبوسة اللي عندي وهبدأ كده اخد ورقتين بالشكل ده، ونبدأ نعمل زي ما انتم هتشوفوا كده. الصورة هتشرح اكتر من الكلام بالشكل ده كده. وهنتني ونرجع نطبق كمان تطبيقة تانية يكون شكلها زي الكورنيه كده. هبدأ اخد معلقة كبيرة، سوري معلقة صغيرة وتكون مليانة، ونضغط زي ما انتم شفتوا بالشكل ده. هبدأ اخد الطرف الزيادة واقفل بيه. ركزوا في الصورة لانها بتشرح اكتر من كلامي. ونقفل بالشكل ده. وانا بطبق بحاول بقدر الامكان اني اقفل عليها كويس جدا بالشكل ده. نقفلها كويس جدا، ونكون محضرين جنبنا خليط ما بين المية والدقيق. معلقتين دقيق عليهم ربع كوباية مية، نقلبهم كويس يبقوا معانا كريمي. وهناخد حاجة بسيطة كده منهم ونلزق الطرف ده لعند ما نقفلها تماما. اكيد انتم شايفين الصورة بتشرح اكتر من كلامي، فنركز كده مع بعض في تفاصيل الفيديو بالصورة لانه بيوضح اكتر من الكلام. هناخد واحدة كده تانية ونحضرها مع بعض بالشكل ده كده، وهو ده المطلوب. دي اول خطوة. كورنيه معلقة صغيرة مليانة من خليط الجبنة او ميكس الجبنة مع الخضار، ونضغط بالشكل ده ونقفل. عايزة اقول لكم ان تيست السمبوسة بالجبن ده خطير، ما اختلفش عليه اتنين الصراحة. كل اللي دقها قال انها بجد تحفة. نقفل زي ما انتم شايفين بالشكل ده، ونضيف كمان حاجة بسيطة جدا من الخليط ونقفل. برافو عليكم، فهمتوا انا عايزة اوصل ايه. واي زيادة طبعا بنبقى نشيلها وبس كده. بعد ما حضرنا سمبوسة الجبنة هننتقل لتحضير سمبوسة الدجاج، ويلا بينا. طاسة سخنة على النار هنزل فيها بمقدار كويس من الزيت، وبعد ما يسخن تماما هنزل فيه بقطع الفراخ المقطعة مكعبات صغيرة بالشكل ده. هديها تشويحة لعند ما لونها يبدأ يتغير معايا بالشكل ده كده.
هبدأ اضيف عليها بصلاية مقطعة مكعبات، وكمان فلفل الوان احمر اصفر اخضر، وممكن كمان نضيف ذرة حلوة. هديهم تقليبة لعند ما نوصل للمرحلة دي، وبعدها هضيف عليهم البهارات، كزبرة وحبهان وفلفل اسود وسماق وكمان بابريكا وملح حسب الرغبة، وكمان معلقة كبيرة من هريسة الفلفل او دبس الفلفل الحلو، وكمان هديهم تشويحة سريعة مع بعض. وهنزل عليهم قبل ما اقفل بمعلقتين كبار من العسل الاسود او الصويا صوص. انا هنا ضفت عسل اسود لعند ما اخدت معايا اللون الحلو ده، وبس كده. هنجيب خليط الدجاج وهنبدأ نحشي رقائق السمبوسة بنفس تكنيك سمبوسة الجبنة. هنعمل كورنيه ونبدأ نلفه كده، وبعدها نقفل زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وهو ده المطلوب. دهنة بسيطة من المعجون بتاع الدقيق بالمية ونقفل، واي زيادة من المعجون بنتخلص منها لعند ما اخلص كل الكمية بنفس الشكل وبنفس الطريقة. نقدر نحشي السمبوسة بأي نوع من الحشوات اللي بنحبها أو نفضلها، وبعد ما بنخلص طبعا بنفرزها في علب تكون محكمة الغلق، وبنشيلها بالفريزر وبتقعد معانا لحد 3 شهور. أتمنى الفيديو يكون عجبكم، ويا رب أكون عند حسن ظنكم، ويلا أستودعكم الله. باي، مع السلامة.